اهلا بيكم. وصفة النهاردة هنعمل كيكة الشاي اليومية. طريقتها سريعة جدا وتطلع ناجحة من اول مرة، هشة وقطنية وجميلة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة معايا بولة هضيف فيها 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، عليهم معلقة صغيرة فانيليا، كوباية كبيرة زبادي حوالي 140 جرام، وده 3/4 كوب سكر، ونص كوباية زبدة او زيت. بتطلع حلوة في الاتنين، بس انا بحب اعملها بالزبدة، بتكون طعمها وريحتها حلوة قوي. هنخلط كل ده مع بعض لغاية لما الخليط يكون لونه فاتح بالمضرب الكهربائي او في الخلاط برضو عادي. بعد كده هضيف كوباية ونص دقيق متعدد الاستخدامات، وطبعا هننخله قبل ما نضيفه، وعليه معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح. بس كده هخلط كل ده مع بعض كويس لغاية لما اوصل للقوام ده، بيكون قوامها تقيل الكيكة دي. عندي هنا صينية دهنتها زبدة، هنزل بخليط الكيك هوزعه كويس، وبخبط الصينية كده خبطتين علشان تخرج اي هوا منها. بعدين بدخلها الفرن، كنت مسخناه قبل كده على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة، وبعد كده بختبرها. هنا كنت خرجتها من الفرن كانت استوت، هسيبها تبرد تماما علشان اعرف اقطعها. ودي الكيكة بتاعتي، هشة مرتفعة خطيرة جنب الشاي الصبح في الفطار. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم وبألف هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفاتي، واشوفكم بخير في فيديو جديد.